طيب في عندنا بقى ايه؟ التمثيل البياني للتناسب، وده اخر حاجه خالص في الدرس. التمثيل البياني للتناسب بيقول لك ايه بقى؟ التناسب يمثل بيانيا بخط مستقيم يقطع نقطة الأصل واو. دايما التناسب بيعبر عنه خط مستقيم، دايما لازم هيعدي على ايه؟ على نقطة الأصل واو. لازم، ولازم يبقى خط مستقيم. يبقى أي رسمة بيانية ما يبقاش خط مستقيم وبتعدي على نقطة الأصل واو اللي هي صفر وصفر، ده مش تناسب. لو جاب لي خط مستقيم ما يعديش على نقطة الأصل يبقى مش تناسب. لو جاب لي طبعا شكل منحني أو مش خط مستقيم ده مش تناسب. ناخد مثال، بيقول لي مثل بيانيا التالي العلاقة التي تعبر عن التناسب، ومديني الزمن بالساعات والمسافة بالكيلو. احنا بنحب ايه دايما الزمن نخليه في الاتجاه الايه؟ الافقي. يعني نيجي نرسم اهو. الزمن بالساعات، ادي يعني الزمن بالساعات. هنقول هنا اهو 1 2 3 4 5 6. وهنا المسافة بالكيلو 20 40 80 100. تقبل الاسم 20. واحد يقول لي والله انا اعملها عشرات، هقول له ماشي. واحد يشاطر اكتر يقول لي والله انا شايفهم كلهم عشرينات همشي بالعشرين، اقول له والله حق، نمشي بالايه؟ هنمشي بالعشرات عشان برضه اخونا التاني 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. ونقول أول مسافة 1 على 20. 1 على 20. تاني واحدة 2 على 40. 42. تالت مسافة 3. مفيش 3، في 4 على 80 اهو. 4 على 80. رابع مسافة 5 على 100. ادي 5 وادي 100. خط مستقيم اهو. لو وصلنا النقط، خط المستقيم بيقطع نقطة الأصل وهو اللي هي إيه؟ صفر وصفر. ده التمثيل البياني. وهنا نكتب إيه؟ الزمن بالساعات، يبقى المسافات بالكيلو. ناخد الأمثلة على والتمارين على أمثلة وأسئلة التمثيل البياني. بيقول لي أي من العلاقات التالية تمثل تناسب؟ ده خط مستقيم بس لا يعبر، بس ما بيعديش على نقطة الأصل، يبقى لا مش هو. ده خط مستقيم بيمر بنقطة الأصل، يبقى ده التناسب. ده مش خط مستقيم بس ماشي تنازلي وما بيعديش على نقطة الأصل، يبقى لا مش تناسب. هنا أصلا شكله منحني، إذا ده مش تناسب. يبقى فين التناسب ده؟ ليه؟ لأنه خط مستقيم بيمر بنقطة الأصل. طيب في سؤال تاني بيقول لي إيه؟ الجدولان التاليان يوضحان المسافة بالكيلومتر التي تقطعها سيارة. عايزني أمثل بيانيا العلاقة بين المسافة والزمن، وعايزني بعد كده أحدد العلاقة دي في منهم علاقة متناسبة ولا لأ. ناخد الجدولين ونمثلهم. نعمل خط مستقيم أهو. أول واحد 1 2 3 4 70 140 210.
والله بص، واحد يقول لي ايه انا ممكن امشيها عشرات، ممكن واحد تاني يقول لي ايه لا عشرينات، اقول له والله انتوا الاتنين صح. واحد يقول لي ايه لا يا مستر بص انا شايف ان كلهم يقبلوا على السبعه، سبعه سبعه، انا ممكن امشيها سبعينات، هقول له برافو عليك والله انت ما شاء الله عليك، تعالى نمشيها ايه السبعينات. 70، 140، 210، 280، 350 الى فوق. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، مش عايز تاني. ماشي، بقول له اهو 71، 2 و140 اهو، 2 هطلع بال2 اهو وادي 140، 3 و210 ادي 3 وادي 210، 4 و280 ادي 4 وادي 280. اجي ابص الاقي اهو عامل خط مستقيم يقطع نقطة الأصل، إذا الجدول ده إيه؟ تناسب. الجدول التاني برضو 1 2 3 4 حاضر، 1 2 3 4 80 100 190 260. والله ممكن امشيها زي ما احنا قلنا. هنا هنيجي نمشيها ايه؟ نمشيها برضو ايه؟ تلاتينات، نمشيها اربعينات، نمشيها زي ما انتوا عايزين يا جماعه. خلاص احنا ممكن هنا نمشيها ايه؟ نمشيها عشرينات. يلا نمشيها خمسينات عشان خاطر في واحد زميلنا ممكن يقول لي خمسينات. حاضر، 50، 100، 150، 200، 250، 300. أول حاجة قال لي 81، واحد وادي 80 هنا أهو، قبل 100 إيه؟ أهو 2 سنتي. 2 و100 ادي 2 وادي 100. 3 و190 ادي 3 وادي 190. 4 260 ادي 4 وادي 260. ده مش شكل مستقيم، ده شكل منحني اهو، ولا يعدي على وما عداش على نقطة الأصل، إذا ده مش متناسب. يبقى العلاقة اللي تعبر عن التناسب هي إيه؟ العلاقة الأولانية والجدول الأولاني. إن شاء الله بإذن الله نكون فهمنا مع بعض ونكون فهمنا الدرس. إن شاء الله بإذن الله إلى اللقاء في الحلقات القادمة بإذن الله والدروس القادمة. شكرا.